طالب اولى ثانوي، سمعت ان درس الاعداد المركبه صعب معاك، مع ان الموضوع ابسط مما تتخيل. تعال اوريك ازاي. سؤال زي كده مثلا، سؤال بيقول لك ايه؟ اذا كان الف وب وج بتنتمي لح، يعني اعداد حقيقيه، وكانت الف اصغر من الب اصغر من الصفر اصغر من الجيم، وده معناه ان الالف والب اعداد سالبه لانه بيقول لك انه اصغر من الصفر، والجيم اكبر من الصفر يعني الجيم ده عدد موجب. بيقول لك انه اذا كانت جذر ب مضروب في ج ناقص ا زائد جذر ا ب بيساوي 2 زائد 3 ت، فاحنا عايزين ب في ج يساوي ايه؟ طيب احنا بمنتهى البساطه معانا عددين مركبين بيساووا بعض، فاحنا عندنا قاعده بتقول انه اذا تساوى عددين مركبين فاحنا بنقول ان الحقيقي بيساوي الحقيقي والتخيلي بيساوي التخيلي. خد بالك انت لو بصيت معايا دلوقتي واحنا قلنا مع بعض ان الالف والب دول من واقع الكلام اعداد سالبه، يعني بتنتمي لح السالبه، يبقى دول اعداد ايه؟ سالبه، يعني نقول اعداد بتنتمي لح السالب. اما الجيم عدد بينتمي لح الموجبه. اسمع بقى، الالف سالب والب سالب يعني حاصل ضربهم موجب، يعني معنى كده ان جذر الالف ب ده عدد حقيقي مش عدد تخيلي، لان تحت الجذر قيمه موجبه، يعني انا هساويه بالاثنين. لو ربعنا الطرفين هقول بتربيع الطرفين ايه اللي هيحصل؟ قال لي الالف ب هتبقى بتساوي 4. جميل. طب تعالى بقى، لما احنا قلنا ان الالف ب ده بقى تحت الجذر قيمه موجبه فبقى بيمثل عدد حقيقي، يعني ساوينا بالاثنين، هنيجي نقول يبقى جذر الب في الجيم ناقص ا، خلاص الب في الجيم ناقص ا هنساويه بالثلاثه ت. ليه؟ لان ده حقيقي ساوى الحقيقي، يبقى التخيلي هيساوي التخيلي. هنقول بتربيع الطرفين، بتربيع الطرفين هنقول الجذر هيمشي خلاص، هيتفضل عندي ب في ج ناقص ا هتساوي الناحيه الثانيه 9 ت اس 2. اضرب الب فبقت ب ج ناقص ا ب بتساوي الت اس 2 كلنا عارفين انها بسالب 1 في 9 بسالب 9. الالف ب اللي عندك دي انت طلعتها باربعه، يبقى ب ج ناقص 4 بتساوي سالب 9. هنودي الاربعه بعكس الاشاره، فنقدر نقول كده في النهايه ان الب ج بتساوي سالب 9 زائد 4 يعني سالب 5. يبقى الاختيار بتاعنا هو السالب 5. شفت الموضوع سهل ازاي؟ أنا مستر محمد الصمدي، مدرس رياضيات على منصة الخطة التعليمية. دوري إن أنا أسهل لك كل الصعب اللي في المنهج.